اجي واش فراسك شنو كاين نهار 20 في هذا الشهر اللي حنا فيه؟ نهار 20 في شهر 4 واحد اليوم اللي غادي يقدر يكون يوم نهار 20 في شهر 4 كاملين باغيين يخرجوا يديروا واحد الاضراب وطني. اللي عنده شي محتوى كيهضر في هذا الشيء ديال الدراجات الناريه فراه والله شي عنده تقليد الا ما دواش على هذا النهار هذا. المهم الاخوان بخصوص هذا الاضراب الوطني حنا غادي نهضروا لكم على الايجابيات ديالو وحتى السلبيات ديالو. قال لك يا سيدي صحاب الماطر ديال الشينوا نهار 20 في شهر 4 كاملين باغيين يخرجوا يديروا واحد الاضراب وطني. المهم الاخوان بخصوص هذا الاضراب الوطني حنا غادي نهضروا لكم على الايجابيات ديالو وحتى السلبيات ديالو. وهذا الاضراب هذا خصنا نعرفوا بعدا واش كاين شي جمعيه اللي غادي تكون متبنيه ولا فقط غير فكره من عند ولاد الشعب انتشرات في مواقع التواصل الاجتماعي. فما كتدخل كتلقى يعني فيديوهات، كتلقى ستوريات، كتلقى يعني منشورات كيتعلقوا بهذا النهار اللي غادي يتجمعوا فيه اصحاب الدراجات الناريه، خصوصا اصحاب الماطر ديال الشينوا اللي كيبريباريو الموتور ديالهم. يعني مني قريت هذوك المنشورات ديالهم تفرجت في الفيديو ديالهم عرفت شنو هما الحوايج اللي يقدروا ان هاد الناس يخرجوا يطالبوا بهم، وهي يعني صراحه 50% منها حقهم وقانون ديالهم ومن الواجب عليهم انهم يهضروا عليها، و50% يعني كتبقى يعني كتبان لي يعني مخالفه للقانون. حنا غنحاولوا اننا نهضروا في هذا الفيديو ونطرقوا لهذا الموضوع جميع التفاصيل، وكنتمنى من جميع الاخوان اللي عندهم قنوات في يوتيوب او عندهم باج في انستغرام كيهضروا على الماطر او كيبيعوا يشريوا في الماطر يتطرقوا لهذا الموضوع، لان نهار 20 في شهر 4 تقدر تكون شي كارثه الخوت او لا يقدر يجي الفرج او لا يقدر ما يكون والو. المهم حنا بغينا الجميع يتطرق ويدوي على هذا الموضوع، ما يبقاوش غير الناس يعني كيلوحوا منشورات وكيهضروا وكيديروا شي كومونتيرات غنديروا غنفعلوا غنتركوا. اول حاجه الاخوان اللي كنت غادي تبغي دير واحد الاضراب وطني راه كيخص ضروري تكون شي جمعيه مترأساه او يكونوا يعني واحد الناس هما اللي مترأسين داك الاضراب باش يكون داك الشيء في حقه وطريقه. الا كان غيكون الاخوان راه الله يجازيكم بخير كنقولوا نعاودها، راه خص تكون شي جمعيه مترأساه او خص يكونوا شي ناس اللي مترأسين هذا الاضراب ويكون قانوني، خصهم يراسلوا الجهات المعنيه ويراسلوا السلطات ويكتبوا لهم باللي حنا غادي نخرجوا، وخص يتسناو الجواب واش غادي يجاوبوهم يقولوا لهم واخا خرجوا او لا غير رفضوا لهم. الا رفضوا لهم ما يخرجوش، الا ما جاوبوهمش يقدروا يخرجوا حيت انت راسلتيهم هما ما جاوبوكش تقدر تخرج. نهضروا على حقنا، يقدروا ما يجاوبوناش نراسلوهم مثلا هاد الجهات المعنيه هاد الجمعيات ولا هاد الناس اللي غيكونوا مكلفين يراسلوا السلطات والسلطات تقدر ما تجاوبكش عندك الحق تخرج حيت ما جاوباتكش الشهاده اللي عليك درتي علمتيهم قلت لهم باغي نخرج ندوي على حقي. حنا ماشي غادي نخرجوا نديروا بالباله مثلا، هاد الناس اللي باغيين يخرجوا ماشي غيخرجوا يديروا الفتنه، فقط باغيين يخرجوا يهضروا على واحد الجانب اللي مسهم واللي شي كيشدوا لك موطورك كيديو لك كيغرقوك مثلا كتسمع مخالفه في محكمه ما عرفتش 4000 درهم 2000 درهم بزاف. الموطور اصلا راه ما يساويش 6000 درهم، من غتخلص عليه مخالفه يعني كتساوي النص ديال القيمه ديالو ما ديك ما دير بهذا الموطور سير حرقو شحال فيه العافيه ولا سمح فيه خليه لهم يمشيو يبيعوه للكيلو ما يجيب لهم حتى شي لعبه. يعني في الاخر هذا الاضراب هذا اللي الانسان كيدوي عليه دابا حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي تيقول لك هو اللي غيجيب لنا الحقوق ديالنا يقدر انه يتسبب في ظلم ديال بعض الاخوان. ما نبغيوش حنا خوتنا المغاربه يضروا في الاخر شي واحد نسمعوا انه راه شدوه البوليس او لا تسبب في شي حادثه وقعت ليه شي حادثه ولا بحال هكا. المهم على ما اظن ان راه المعنى ديالي راه واضح. خوت هذا الاضراب هذا يعني قريت المنشورات اغلبيه ديال الناس كيتشكاو من الفشل ديال الموتور الشينوا فيتاس، يعني كاع الموتور ديال الشينوا فيتاس كيقول لك خويا راه 49 اللي فيه فاشله، وهذيك 49 اللي فيه راه ماشي 49 اصليه تيقول لك غير 36 كاين اللي تيقول لك 39. فعلا الخوت هذه القضيه راه فري ان السيله اللي كيجي في الموتور ديال الشينوا راه ماشي 49 اصلي، راه صغر من 49 واحد شويه. 49 اصليه راه معروفه الاخوان. داكشي علاش كينوضوا الاغلبيه ديال الشباب ولا الاغلبيه ديال الناس المواطنين كيمشي كيعدل داك السيلان كيبدلو كيقدر يدير 70 او كيقدر يدير 110 او كيقدر يدير 125. يعني ملي كيعدل هنا فين كيولي ان ديك الساعه المواطن داير مخالفه، هنا فين كيولي عنده مشكل مع المخزن مع البوليس بالذات. هذاك الشيء علاش ولينا كنشوفوا حمله شرسه في جميع المدن المملكه المغربيه. يعني فيما مشيتي في طنجه مؤخرا داروا واحد الحمله اللي كبيره بزاف، يعني بنادم حاط موطور وعاد الكارديان تخيل معايا مع 8 العشيه ولا 9 ديال الليل بحال هكا 10 الليل كتبان لك ترافيك واقفه كيهزوا في الماطر دي باناج شارجي موطور ملوكي كيهزوه كيديو كيشارجيو كيديو لمولاه، المولاه كيجي ما كيلقاش موطور ما كيفهمش شنو واقع. طنجه حنا عارفين كامله
اعقابي كامله جبال. يعني 49 ولا ديك 36 راه ما خداماش، حتى 70 سي راه ما خداماش في طنجه، باش نكونوا واضحين. يعني ديجا مشيت ليها وشفت وركبت في الموطور تمايا دو بلاص، راه والله يا خويا في الطلعه تنزل وتدفع موطورك. وهنا كذلك في كازا راه دو بلاص، راه كاين شي بلايص الاخوان كتنزل توقف موطورك وتدفعوك تمرك، تكون هاز معاك مالين الدار بحال هكا الزوجه ديالك ولا الام ديالك، ولا وتوصل شي عقبه وتقول لها نزلي الوالده ولا نزلي مرتي يجي ندفع الموطور. وحشومه صراحه الموطور كيبان لك قدو قداش، والسنين اللي فيه ما قادش يحركو، راه عيب وعار الاخوان، باش نكونوا متفقين. عاد باش الاخوان كيناقشوا قال لك الا كانوا غادي يفرضوا علينا هذاك السيلان ديال 49، فراه هذيك الدراجه اللي حنا راكبين عليها لاسيرونس ديالها قال لك ما خصهاش تكون 1450 درهم ولا ما عرفتش 1480 درهم بحال هكا للعام، قال لك خصها تكون 700 درهم فعلا الاخوان. 49 سي سي في الوراق وفي الماكينه وفي الكادر خصها تكون 700 درهم. علاش؟ كاين السونطروا وكاين البيكان كروا كيخلصوا 700 درهم، وهاد الماطر ديال الشينوا شحال هذا تما كانوا كيخلصوا 700 درهم، يعني 1400 درهم ولا 1050 1450 ولا 1480 راه بزاف الخوت. يعني ما بقى والو، غادي تزيد شحال 300 درهم غتولي مسوري لاسيرونس ديال الموتور كبير ديال 125 ولا 110. المهم الخوت الله يجازيكم بخير الناس اللي كيهضروا على هذا الاضراب الوطني، اللي باغيين يديروا هذا الاضراب هذا الاخوان، راه ما يمكنش نجيو نديروا شي حاجه بلا قانون. على الاقل خاص تكون شي جمعيه مترأسه لهذا الاضراب هذا. راه كاينه الكونفدراليه مع ديال الدراجات الناريه في قريعه، كاينين جمعيات عجاد في مراكش تما ديال اصحاب الدراجات الناريه. راه خاص هاد الناس حاليا يخرجوا يديروا شي تدخل قبل ما تولي واقع شي كارثه، قبل ما نشوفوا في الاخر الشباب غاديين ضايعين. دابا ملي كنشوف انا المنشورات في فيسبوك في الانستغرام، يعني بحال راه كيبان لك بنادم عقلو خارج ليه، بنادم حاقد ديال بصح. كاين اللي كيبكي كيقول لك خويا داك الموطور اللي عندي هو اللي كنخدم به داوه ليا، كنخدم به ان درايف ولا كنخدم به خويا في كلوفو ولا كنترزق به الله ولا داير به واحد البيعه والشريه ولا كنليفري للناس، راه الزود داوه ليا راه ما عنديش باش نخدم. يعني هذيك الدراجه الناريه ديال الشينوا اللي اغلبيه كيحقرها، راه هز عائلات في هاد البلاد هذه الاخوان، راه هز اسر كبيره، راه شحال من واحد معيش بها مرش وولادو وربما هز بها حتى والديه. نتوما اللي كتجيو كتقولوا حكا موطور ما خدامش جي الشينوا، راه اي حاجه عندها سلاح ذو حدين، عندها سلاح ذو حدين، يعني عندها واحد الجانب ايجابي وعندها واحد الجانب سلبي. راه الا عطيناك جنوي عطيناك موس راه تقدر تشدها تمشي دير بها كارثه، تضرب واحد تقتلو تكريسي، انت وليتي دايره في واحد الناحيه اللي هي سلبيه كتشكل خطر على المواطنين. ولا شدينا هذيك الجنوي هذاك الموس عطيناه للوالده ديالك ولا عطيناه للزوجه ديالك ولا عطيناه للاخت ديالك، راه غتدخل للكوزينه خلاها واحد الجزائري غتوجد لك ما لذ وطاب منه، راه غتوجد لك تقطع لك بيه اللحم، تنقي لك بيه الخضره، طيب لك بيه. يعني ها انت هو موس كيتستعمل في جانب ايجابي وجانب سلبي. كذلك الدراجه الناريه، راه ما يمكنش اي واحد عنده موطور راه غيخدم به يعني من الجانب الايجابي. راه كاينين دراري كيشدوا موطور كيمشي يكريسي بيه كيبريباريه، شي نهار كاع كيتبعوه البوليس كيهرب لهم كاع، يقدر يسمح لهم في الموطور ويعلق وما يشدوش هو. كاين اللي كتلقاه راكب على موطور مشفور كيمشي كيشفر به، مدينو لواحد مسكين رازينو فيه وكيمشي كيكريسيه. يعني ما ناخذوش نظره خايبه على اصحاب الماطر، ما تاخذوش عليهم نظره خايبه. راه هذاك الموطور الاخوان اقسم لك بالله الا عطيناه لشي واحد كيف ما كان النوع ديالو، هاد المسؤولين هادو اللي كيهضروا على هاد القوانين تيقول لك حكا هادي راه تركب عليه اخويا دو بلاص، راه والله ما يزيد بك كيوقف كيفشل. واحد القانون تا هو خرجوه مؤخرا على اصحاب الدراجات الناريه، كاين اللي شافوا قانون مزيان كاين اللي شافوا ما مزيانش. انا من واحد الناحيه كيبان لي مزيان خدام لصحاب الماطر، قال لك غيولي اوبليجي على اي واحد عنده موطور يكونوا عنده جوج كاسكات، يعني كيخضعوا المعايير السلامه مزيانه. هذا قانون مزيان، ولكن قال لك خص ديما دوك جوج كاسكات يكونوا في الموطور. دابا هما داروا لك قانون مزيان في نفس الوقت عوروها الخوت كيف ما خلاها، قال لي عوره جاي دايره مزيانه وعوره. ما يمكنش اصاحبي الموطور الصغير تبقى هاز جوج كاسكات، فين غدير هاد الكاسكات بجوج؟ يعني الا كنت غنهز معايا دو بلاص راه غنهز كاسك معايا من الدار وغادي نعطيه لمولين الدار ولا غنعطيه لك صاحبي اللي غيركب معايا غيديرو تما. الا مثلا تميت غادي وشدني مثلا رجل امن بوليسي هاز معايا واحد انا داير كاسك وما دايرش كاسك راه يقيد لي ديك الساعه. اما انا غادي راكب بوحدي على موطور داير كاسك ديالي وهاز معايا كاسك اخر سوكو، فين غنحطو؟ كاسك كيخضع للمعايير السلامه راه كيكون الحجم ديالو كبير، راه قد راسك فين غتحطو؟ وريني فين غتحطو، فين غتحطو؟ ما عندكش فين غتحطو. راه ما كايناش فيهم الماله، اغلبيه ديال الماطر هادو اللي كنهضروا عليهم الاخوان ما فيهمش الماله فين تحط حتى صويك ديالك مثلا دير فيه الروبا ديالك تدا معاك للخدمه ولا ما كايناش فيه المال. راه الكاسك كدير 400 ولا دير 50 درهم راه ما خدامينش، راه كطيح ما كيكالي عليك والو، باش كتخبى على بروسي ديال 150 درهم من عند البوليس.
بغيتي تحمي راسك دير كاسك مزيان. المهم الاخوان، نتمنى الرساله ديالي تكون وصلاتكم، نتمنى الخوت يكون فدتكم بشي حاجه، ونتمناو هذا نهار 20 في هذا الشهر هذا ما تبقاش شي كارثه للمواطنين ديالنا، خوتنا حبابنا الشباب ما نبغيوهمش يضيعوا. الله يجازيكم بخير الاخوان، بارطاجيو هذا الفيديو هذا ما تخليوهش عندكم، ما بغيناش حنا تا نهار 20 توقع الكارثه عاد باش يخرجوا يبداو يهضروا على الناس ونهضروا على دابا. حنا ما عندناش كاع ماشي في صالحنا اللي كتوقع شي كارثه يدير هذاك الاضراب توقع شي كارثه وما عندنا ما نديروا بهذا الاضراب. بلاش اخويا بلاش. فالله يجازيكم بخير. كاع اللي عنده شي محتوى كيهضر في هذا الشيء ديال الدراجات الناريه فراه والله عنده التقليد، الا ما دواش على هذا النهار هذا عنده التقليد، عنده التقليد. خاص الناس يخرجوا يهضروا باش نعرفوا شنو غادي نديروا بداك النهار، واش غيكون هذا الاضراب بصح ولا ما غيكون. كنتمنى انا هذا النهار الا كان ترأسوا شي جمعيه وخرجوا ناس يهضروا عليه. وهذا جاري لكم الخوت، هنا نقول لكم ان شاء الله في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.